إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 متر. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، يسعدنا أن نرحب بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة الموافق 14 من مارس عام 2025، وفيه نقدم لكم وضمن حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث موضوع الساعة، وهو قرع أثيوبيا لطبول الحرب ضد إريتريا عقب الاتهامات المتكررة من قبل المسؤولين الأثيوبيين للرئيس الإريتري بسعيه لزعزعة الاستقرار في شمال أثيوبيا وعرقلة تنفيذ اتفاق بريتوريا. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا بكم مرة ثانية مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات. لا يتوقف بركان القرن الإفريقي عن الثوران أبدا، فما أن يتوقف قذف الحمم في جهة إلا ويبدأ ثورانه في جهة أخرى محدثا دمارا كبيرا في كل ما يحيط به. فهذه المنطقة لم تعرف الاستقرار خلال عقود طويلة من تاريخها بعد الاستقلال، حتى استمر حكامها وقادتها عبر تلك السنين الطويلة الافتئات على إثارة الزعزعة وعدم الاستقرار وافتعال الحروب هنا وهناك، وذلك بغية ترسيخ السلطة والتمسك بالحكم، وكأنهم أيقنوا أن إلهاء الشعوب والزج بها في حروب عبثية هو الضمان لاستمرار السلطة، بينما كان بالإمكان ضمان ذلك بوسائل أخرى أكثر فعالية وإخضاعا للشعوب وكسبا لولائها، وذلك بالتوجه إلى التنمية وتوفير الخدمات الأساسية والعمل على إنعاش الاقتصادات وخلق فرص العمل وتخفيف نسبة البطالة وتوفير سبل العيش الكريم من خلال استقلال الموارد التي تذخر بها المنطقة والاستفادة من الموقع الحيوي والجيوستراتيجي بعيدا عن إثارة الاضطرابات هنا وهناك لأجل مكاسب ضيقة وغير محمودة العواقب. راديو إرنا. وبالعودة إلى العنوان أعلاه قرع طبول الحرب بين إريتريا وأثيوبيا، نتساءل كغيرنا لمصلحة من تقرع هذه الطبول، ومن المستفيد من هكذا تحريض أو إثارة أو تهديد؟ وللإجابة على التساؤل أعلاه يجب علينا أولا النظر إلى الأحوال الداخلية لأثيوبيا، ولا سيما بعد خروجها من الحرب الأهلية التي استمرت عامين، واستحقاقات السلام الذي وقع في بريتوريا لإيقاف الحرب، والتي بدورها خلقت توترا جديدا بين حلفاء الأمس الحكومة الفيدرالية وميليشيا الأمهر التي قاتلت إلى جانب القوات الفيدرالية. فهذه الميليشيا ترى أنها غرر بها وتمت خيانتها من قبل حكومة أبي أحمد، وأنها لم تحصل على المقابل المستحق نظير قتالها مع القوات الفيدرالية ضد جبهة التجراي، وأنها أقصيت وغيبت كما الآخرين الذين وقفوا مع أبي أحمد. واشتد هذا التوتر ووصل إلى مرحلة الصدام والمواجهة العسكرية بينها وبين الجيش الفيدرالي، حينما طلب منها الاندماج في الجيش الفيدرالي أو الشرطة الفيدرالية أو تسريح مقاتليها ودمجهم في الحياة المدنية. وكان من الطبيعي رفض هذا المقترح من الفانو المتهم أصلا مع غيرها بارتكاب انتهاكات في إقليم التجراي المجاور، وهي تعلم تماما أن القوات الفيدرالية لن تستطيع حمايتها في حال تعرضها لهجمات انتقامية من قبل التجراي التي وصلت في إحدى مراحل القتال ضد الجيش الفيدرالي والمتحالفين معه إلى منطقة دبر برهان التي تبعد عن العاصمة أديس أبابا أقل من 200 كيلومتر. فالجيش الأثيوبي معروف عنه ضعف العقيدة القتالية واعتماده بشكل أساسي على كثرة العدد والمعدات، وقد أثبتت ذلك الحروب التي خاضها الجيش الأثيوبي سواء كانت ضد الثورة الإريترية أو حتى الثورات التي تمردت عليه. في المقابل أدى الخلاف المتزايد بين الحوحات في إقليم التجراي إلى تصدع الجبهة وفصل رئيس الإدارة المؤقتة لإقليم التجراي جيتاچو ردا المعين من قبل حكومة أبي أحمد مع 15 شخصا آخرا من الحزب. فضلا عن ذلك هنالك معركة مؤجلة وخلاف لم يحسم بعد بين أبي أحمد ومجموعات أورومية
بالإضافة إلى الاضطراب الذي يشهد إقليم الأوغادين بين فترة وأخرى. إذن فالجبهة الأثيوبية الداخلية تعاني من ضعف وتمزق تتزايد رقعته يوما بعد آخر. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، والتي نخصصها اليوم لقرع أثيوبيا طبول الحرب ضد إريتريا. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وعلى الصعيد الخارجي هنالك الخلاف الأثيوبي المصري السوداني حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، والذي ترى الدولتان في الإجراء الأحادي الأثيوبي مساسا بحق حصتيهما من مياه نهر النيل. وهذه الأزمة لعبت دورا كبيرا في جعل مصر تنحاز بقوة إلى الجانب الصومالي وتوقع معه اتفاقيات تعاون عسكري أثناء فترة الأزمة مع أثيوبيا. بالإضافة إلى ذلك اتهام السودان المتكرر لأثيوبيا بالانحياز إلى قوات الدعم السريع علاوة على الخلاف القائم حول أراضي الفشقة. وبالتالي كان على أبي أحمد وأعضاء حزبه وحكومته البحث عن مخرج من أزمته أو أزماته الداخلية إلى أزمة خارجية يمكن خلالها توحيد الجبهة الداخلية لأثيوبيا عبر دغدغة المشاعر والعواطف الكامنة في دواخل الأثيوبيين، والأحلام التي راودت أباطرتهم وما زالت تراود قياداتهم ونخبهم، وهي الوصول إلى البحر مهما كانت التكلفة أو الثمن، أو التجاوز والتعدي على سيادة ووحدة الدول المجاورة، واعتبار ذلك مسألة وجود بالنسبة لهم دون الاكتراث لردود أفعال تلك الدول. وهو ما فجر الأزمة الدبلوماسية قبل أكثر من عام بين الصومال وأثيوبيا، حينما قام أبي أحمد بتوقيع مذكرة التفاهم مع رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي موسى بيحي عبدي بشأن الحصول على منفذ بحري مقابل استقلال الإقليم، في خطوة جريئة اعتبرت تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ولاقت استنكارا واستهجانا من قبل دول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية، وأوصلت البلدين إلى شفا الحروب قبل أن تتدخل تركيا في رأب الصدع وردم الهوة بينهما في ديسمبر الماضي. وكان لابد لقادة أثيوبيا من البحث عن أزمة جديدة أو مسرحا بديلا للهروب من المشاكل الداخلية وتوحيد الجبهة الأثيوبية وتصدير الأزمة الداخلية إلى الخارج وفق استراتيجية ممنهجة ضد حليفه السابق وشريك عملية السلام الهشة في العام 2018 الرئيس الإريتري إسياس أفورقي. وهذه الاستراتيجية الممنهجة بدأها رئيس أثيوبيا السابق ومبعوث أبي أحمد الخاص مولات تشومي، الذي اتهم الرئيس إسياس بسعيه لإشعال الحرب في شمال أثيوبيا ومحاولة عرقلة اتفاق بريتوريا للسلام، داعيا المجتمع الدولي للتصدي له. وهي التصريحات التي تتطابق تماما مع تصريحات صادقان قبرتنسائي الذي قال إن العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة شهدت تدهورا كبيرا منذ توقيع اتفاقية بريتوريا للسلام، مما يزيد من احتمالية اندلاع مواجهات عسكرية واسعة النطاق، متهما الحكومة الإريترية بانتهاج سياسة توسعية عدوانية، مشيرا إلى أن أسمرة تسعى لاستغلال الدول المجاورة وخاصة أثيوبيا والسودان لتعزيز نفوذها الإقليمي. ووصف صادقان إقليم التجراي بأنه العقبة الرئيسية أمام طموحات الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، ولم تخلو تصريحات صادقان من التهديد المبطن لإريتريا حين قال إن أي صراع جديد بين أثيوبيا وإريتريا قد يؤدي إلى تغييرات جغرافية وسياسية كبرى في منطقة القرن الإفريقي ومنطقة البحر الأحمر، خاصة في ظل تركيز المجتمع الدولي على أزمات أخرى مثل الحرب في أوكرانيا، داعيا إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي والحكومة الأثيوبية لمنع اندلاع الحرب. وإذا ما أضفنا إلى ذلك كله مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات التصريحات الأخيرة لقائد أركان الجيش الأثيوبي برهان جولا في حفل تخريج ضباط الأكاديمية العسكرية في أثيوبيا، التي اتهم فيها جهات داخلية وخارجية معادية للسلام بالعمل دون كلل أو ملل على عرقلة مسيرة التنمية، داعيا الضباط الجدد إلى استخدام مهاراتهم القيادية لمواجهة هذه الجهات. إضافة إلى ذلك سعت أثيوبيا إلى تأمين حدودها الخارجية مع الصومال من خلال التفاهمات الأخيرة التي توصلت إليها مع الصومال عبر اتفاق اللجان العسكرية بين البلدين في مكافحة الإرهاب، وموافقة الصومال بإشراك القوات الأثيوبية في عملية دعم استقرار الصومال ضمن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي. وأن الزيارة التي قام بها أبي أحمد إلى الصومال كان هدفها الأساسي ضمان تحييد الموقف الصومالي في حال اندلاع حرب بين أثيوبيا وإريتريا
بحكم العلاقة التاريخية التي تربط الصومال بإريتريا، أو بحكم كونه أحد أضلاع التحالف الثلاثي الأخير الذي ضم إريتريا والصومال ومصر ضد أثيوبيا إبان الأزمة السابقة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، والتي نخصصها اليوم لقرع أثيوبيا طبول الحرب ضد إريتريا. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وكل ذلك مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات يعطينا مؤشرا قويا إلى أن قرع طبول الحرب هي رغبة الحكومة الفيدرالية التي يسيطر عليها حزب الازدهار، بالرغم من تأكيد قيادة إقليم التيغراي بعدم رغبة اشتعال الحرب في إقليمهم مرة ثانية، الذي لم يتعافى بعد من آثار الحرب السابقة، مؤكدين عدم استعداد الإقليم لدفع فاتورة الحرب مهما كانت المكاسب المتوقعة، لإدراكهم أن الخاسر الأكبر والمتضرر بشكل مباشر هم سكان الإقليم وحدهم. وهذا ما تؤكد الأحداث المتسارعة في الإقليم بعد قيام جيتاتشو ردا بإقالة 3 من القادة العسكريين في الإقليم، وهما اللواء يوهنس والدقرقيش قائد المنطقة الجنوبية في الإقليم، واللواء مع الشبينة قائد المنطقة الشمالية الشرقية، والعميد مجبهيلي قائد المنطقة الغربية، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين، حيث فجرت هذه الإقالة الخلاف بين جيتاتشو ردا ونائبه تدسو الردي الذي رفض الإقالة وانحاز إلى صفوف قوات التيغراي. وهذه التطورات جعلت جيتاتشو ردا في موقف لا يحسد عليه بعد مغادرته الإقليم يوم الأربعاء إلى أديس أبابا لأسباب تتعلق بالعمل حسب تصريحاته، مستنجدا بالحكومة الفيدرالية لإرسال قوات عسكرية وقوات أمن بسبب تمرد قوات الإقليم ووقوفها مع قادتها العسكريين وانحياز غالب القوات في الإقليم إلى جناح دبرسين، وهو ما يعني عمليا خروج الإقليم عن سيطرة الحكومة الفيدرالية وتعميق الفجوة بينها وبين الإقليم، الأمر الذي يفاقم من ضعف حكومة أبي أحمد ويضعف قدرتها في أي مواجهة عسكرية خارج حدودها. وهذا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات يؤكد ما قلناه سابقا من أن الأمر لا يخرج من كونه محاولة للتغطية على الفشل الداخلي، حالها في ذلك حال النظام الإريتري الذي ظل دوما يعلق فشل برامج التنمية في البلاد على المؤامرات الخارجية. لذا إذا كانت هنالك حرب قادمة فهي حرب أهلية أثيوبية بين التيغراي والحكومة الفيدرالية التي هي في أضعف حالاتها مقارنة بوضعها إبان اندلاع حربها الأولى مع التيغراي التي خاضتها بمساندة حلفاء من الداخل والخارج، وهي تعلم جيدا أن ما تحقق لها من انتصارات في حربها مع الحوحات كان بفضل حلفائها السابقين الذين يقفون اليوم في خندق العداء لها، وهو ما يجعلها تعيد حساباتها بشكل دقيق، وإلا فإن أقل ما تفرزه مواجهات غير محسوبة العواقب هو انهيار حكومة أبي أحمد في أثيوبيا. فهل يمكن أن تعمل أحلام والأطماع أبي أحمد ومن معه لغزو إريتريا والوحول في مستنقع جديد تدفع ثمنه الشعوب الأثيوبية قبل غيرها؟ هذا ما ستكشف لنا الأيام، والأيام دوما حبلى بالمفاجآت. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث، والذي تناولنا فيه قرع أثيوبيا لطبول الحرب ضد إريتريا. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.